السلام عليكم يا جماعة. أنا اسمي أحمد رمضان، معايا عربية شيري أريزو 5 واخدها من مبادرة الإحلال. كان عندي مشكلة بقالها 3 سنين مش لاقي حل ليها، ورحت على التوكيل ال3 سنين دول ومش لاقي حل لأي شكوى أنا بقدمها في أي جهة حكومية أو في أي جهة مسؤولة. العربية من ساعة ما استلمتها وهي فيها تنتيشة. قمت جاي رايح التوكيل كذا مرة، يا جماعة العربية عندي فيها مشكلة، فيها تنتيشة، ايه العيب اللي فيها؟ العربية لسه جديدة ومعداش عليها شهر لسه. قالوا لي لا ده زيت فتيس ناقص. خدت العربية ومشيت بيها برضو فيها نفس المشكلة. رجعت لهم تاني، ايه المشكلة يا جماعة؟ قالوا لي زيت الفتيس ناقص. مرة واثنين وثلاثة، ومرة سوفت وير وقصص انا مش قابلها. المهم مفيش مشكلة، فضلت ماشي معاهم على الحوار دوت سنة وشهرين تقريبا، لحد اول 2024 لما كلمت مديرة الشكاوي في غبور ان المشكله عندي بقت زياده، يعني بقت على كل السرعات، والفتيس بقى يسقط غيارات ويبهدلني ويبهدل الدنيا. وفي الاخر خدوا قرار ان هم يغيروا الفتيس في اول 2024. بعد كده غيروه. قالوا لي يا جماعه، طب يا جماعه الفتيس هيجي امتى؟ قالوا لي الفتيس هيجي في بعد 6 شهور عشان في مشاكل في البحر الاحمر واليمن موقفه السفن وقصص كده. قلت لهم يعني انا مطلوب مني ان انا اوقف الحرب ديت يعني عشان الفتيس يجي لي، ولا هقعد ماشي بالعربيه 6 شهور وهي بايظه؟ المهم لا حياه لمن تنادي، استنيت 6 شهور وجابوا الفتيس. واول ما غيرته وانا نازل تاني يوم، نازل من على نزله كوبري وانا مروح من الشغل، لقيت العربيه قامت جايه مبطله مني. وديتها لهم على ونش المركز اللي انا بغير فيه بتاع العبور، مرضيش يستقبل الحاله، والكول سنتر قال لي لازم تروح فرع اليوب. وديتها بونش على فرع اليوب. المهم ايه، برضو ما كانوش عايزين يسلموها لي، طلع العطل بسيط، سلكه ملمسه ولا بتاع. المهم يعني خدت العربيه ومشيت، والحمد لله عدى 3 شهور وقام جاي الفتيس بايظ تاني غير الفتيس الاولاني اللي كان جاي في العربيه. فضلت الف حوالين نفسي، يا جماعه انتوا مش عايزين تحلوا المشكله ليه بتاعت العربيه ديت؟ العربيه فيها مشكله بتبوظ الفتيس، مش مقتنعين بالكلام ده. لا انت حظك ان انت عندك عيب صناعه في الفتيس مره واتنين، مفيش مشكله، ماشي. خلتني معاهم لحد الاخر. وقمت جاي ايه مكلم الصين، بعت لهم ميل على الويب سايت بتاعتهم، موقع شيري انترناشونال، والناس اتواصلت معايا. بس لا حياة لمن تنادي، عارفين ان انا في عالم ثالث، وعارفين ان التوكيل عندي هنا معرفش فيه ايه، وعارفين ان انا مش هطول حق من حقوقي. وفي الاخر ردوا عليا رد عام ومفيش حل جذري للمشكله، ماشي. قمت جاي ايه، بما ان دي سلعه مصريه ودي حاجه مبادره احلال تبع رئاسه الجمهوريه، قمت جاي عامل شكوى في جهاز حمايه المستهلك، اللي هو بيقول لك انت لو في مشكله في علبه جبنه اشتريتها من السوبر ماركت كلمنا واحنا نحل لك المشكله. ما بالك دي عربيه بقى غيرت فتيس مره واتنين. قمت جاي مكلم جهاز حمايه المستهلك. حمايه المستهلك قال لي لا عربيات الاحلال مش تبعنا. امال ايه يا جماعه اللي تبعكم؟ قال لي لا انت تقدم شكوى في جهاز في هيئه الرقابه الصناعيه. قمت جاي عامل شكوى في مجلس الوزراء وفي هيئه الرقابه الصناعيه. هيئه الرقابه الصناعيه ما عندهمش اي صلاحيات ان هم يفرضوا اي قرار على اي حد في مصر، وده اللي حصل معايا. رحت لهم حضرتك عايز ايه؟ قلت لهم انا عايز اعرف العربيه بتبوظ الفتايس ليه؟ عربيه لسه جايبها جديده زيرو، فتيس اللي فيها بايظ وغيرت فتيس باظ بعد 3 شهور. قالوا لي طيب ما فيش مشكله، حضرتك ايه شوف انت عايز ايه واحنا معاك، تحب تعرضها على لجنه فنيه؟ قلت لهم يا ريت طبعا. قالوا لي خلاص هتدفع رسوم فحص فني 4500 وتستردهم لو التقرير طلع في صالحك. خد الجواب دوت وروح لكليه الهندسه. رحت لكليه الهندسه على اساس ان هم ناس هناك محترمه وبتفهم، وده الطبيعي، الناس المهندسين ديت ناس بتفهم في مجالها. رحت لهم هناك، يا جماعه الجواب اهوت وانا عايز اعمل فحص العربيه، وهيئه الرقابه الصناعيه قالت لي ان انت تسترد الفلوس بتاعتك لو التقرير طلع لصالحك. ودي حاجه يعني العربيه ما كانتش بتمشي ساعتها في الفتيس الثاني ده. الاولاني كانت بتمشي مانوال، الثاني دوت ما كانتش بتمشي لا مانوال ولا اوتوماتيك. رحت هناك قالوا لي بالظبط كلام هيئه الرقابه الصناعيه مظبوط وانت هتسترد الفلوس بتاعتك. عملوا لجنه فنيه وجه المحامي بتاع غبور وجه مهندس من التوكيل، وقعدوا يقولوا انت ما بتعملش صيانتك في التوكيل والكلام ده. قلت لهم ادي الابلكيشن وادي اوامر الشغل اللي انا دخلت بيها العربيه، والعربيه ما فيش صيانه ما عملتهاش في التوكيل، بتعملوها بالغلا والكوا وانا مستحمل عشان خاطر قرف العربيه دي. المهم ايه، اللجنه خلصت وطلعوا يجربوا العربيه. طبعا ما حطوهاش ولا على كمبيوتر ولا على اي حاجه، اللي هو انا لو كنت وديتها الورشه في الشارع كان حطها على كمبيوتر وعرف العربيه فيها ايه.
دوروا العربيه ومشي بقى على الطريق. فعلا عربيتك بايظه وفيها فتيس، واحنا خلاص اتاكدنا. طب يا جماعه انا عايز اعرف العربيه فيها ايه. قالوا لي لا هو ده اللي عندنا. طيب يا جماعه ماشي. رحت استلم التقرير بعد 14 يوم. بكلم رئيس اللجنه بتاع كليه الهندسه. قلت له يا باشا طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه اللي بيبوظ العربيه. قال لي العربيه ديت كل ما تركب لها فتيس هيبوظ، مفيش فتيس هيعمر في العربيه ديت. قلت لهم ليه يعني؟ طب حضرتك ليه ما كتبتش الكلام ده في التقرير يا دكتور؟ قال لي لا ما كتبتوش. قلت له طب بعد اذنك انا محتاج استرد الفلوس بتاعتي زي ما هيئه الرقابه قالت لي وزي ما حضرتك قلت لي قبل ما نعمل الفحص ده. قال لي لا مفيش فلوس هتسترد. قلت له يعني حضرتك لا عايز تكتب لي السبب اللي بيبوظ الفتيس في العربيه ولا عايز تديني الفلوس بتاعتك؟ طب انا هعمل شكوى. عملت شكوى لعميد الكليه، ولما الدكتور دوت عرف قال لي خلاص بقى خلي الشكوى تنفعك، يبقى بالله واشرب ميتها. يبقى انا كده رحت للصين ورحت لهيئه الرقابه الصناعيه ورحت لجهاز حمايه المستهلك ورحت لكليه الهندسه، والاربعه مش فاهمين حاجه. ده بالاضافه للتوكيل اللي عمال ياخد العربيه كل مره مني اسبوعين 3 وما يدينيش اي جنيه تعويض ولا يعمل لي اي حاجه. العربيه ديت انا لو كنت جايبها من معرض عادي وعملت شكوى في جهاز حمايه المستهلك كان صرف لي على كل يوم 500 جنيه زي ما القرار بتاعه مكتوب على الصفحه بتاع جهاز حمايه المستهلك. انا بياخدوا مني العربيه بالاسبوعين والثلاثه وما بيدونيش تعويض. اسبوعين 3 فحص واسبوعين 3 تركيب فتيس مره واثنين وثلاثه. المهم قلت مفيش مشكله يا جماعه خلاص يعني هو افوض امري لله. هعمل ايه طيب؟ خدت العربيه ومشيت بيها. استلمتها امتى؟ غيروا لي الفتيس بقى السنه دي تاني مره يغيروه في التوكيل. يبقى كده احنا غيرنا مرتين غير المره اللي الفتيس كان جاي فيها اصلا في العربيه بايظ في عيب صناعه. يبقى كده 3 فتايس ركبوا في العربيه. استلمت العربيه 3 شهور وقامت جايه بايظه تاني، الفتيس اتنيل تاني. حسبي الله ونعم الوكيل. جيت هنا التوكيل خدوا العربيه مني من الاسبوع اللي فات لحد النهارده مفيش رد. واقعد اكلم بتوع الشؤون القانونيه طبعا السنتين 3 اللي فاتوا دول على مدار الفتره اللي العربيه باظت فيها. بتحايل عليهم عشان اتكلم معاهم مش عايزين يتكلموا معايا. ازق عليهم طوب الارض والمعارف والعلاقات والكلام دوت برضه مش عايزين يرد عليا. والمره اللي فاتت هاجي اخد العربيه بتاعتي التوكيل يقول لي طب بكره طب بعده طب الخميس. اقوم جاي رايح له يا عم انت فين العربيه؟ يقول لي طب بكره طب الخميس طب الحد طب مش عارف ايه. وقمت جاي متصل لهم بالشرطه والناس ولا في دماغها. قامت جايه واخده بعضها الساعه 4 ولا 5 قاموا جايين ماشيين وسابوني انا والشرطه عايشين. دلوقتي العربيه بياخدوها مني بروح بيها العربيه اللي هي المفروض انا جايبها للاستخدام الشخصي مش جايبها عشان ارميها في التوكيل ولا التوكيل ياخدها مني ويقدرني كده. انا ساكن في السلام وشغلي في القطاميه. بدل ما كنت بروح بالعربيه ديت تروح شغلي رايح جاي بيها، لا دلوقتي بصرف لي 400 500 جنيه عشان اروح شغلي. اولادي اللي انا ما اشتركتلهمش في باص عشان اوديهم واجيبهم بالعربيه واوفر لي 10000 جنيه باص ولا 8000 جنيه. دلوقتي بقيت اصبح ان انا بروح شغلي اوبر وبودي عيالي بمواصلات والعربيه موجوده في التوكيل بدفع لها اقساط وصيانات وتراخيص وهي موجوده في التوكيل. محدش يرضى بالظلم. يعني الظلم اللي انا فيه دوت لو في حد يا جماعه عنده نفس المشكله عندي ديت ان هو غير فتيس مره واثنين وثلاثه يقول لي. لو في مهندس على الصفحه او شاف الفيديو مهندس ميكانيكيه سيارات يقول لي هل من المنطقي ان العربيه تجيب 3 فتايس ورا بعض يبقى فيهم عيب صناعه؟ ابقى انا البني ادم الوحيد اللي على كوكب الارض اللي عربيتي تجيب 3 فتايس والثلاثه فيهم عيب صناعه؟ ليه بقى؟ غبور بيجيب لنا الحاجه بايظه من بره ولا جايب لنا عربيه بايظه من بره وجاي يبيعها لنا هنا؟ والناس بتعاملنا بقله ذوق جدا. كل ما اكلمهم يقولوا لي احمد ربنا انت واخد عربيه ببلاش. عربيه ببلاش ليه يعني؟ بدي لك انا ورق جرايد؟ يا جماعه بعد اذنكم اي حد يساعدني ان انا ارفع صوتي للسيد رئيس الجمهوريه. يا سياده الرئيس انا بناشدك بصفتك وشخصيتك والسيد كامل الوزير الراجل المحترم وزير الصناعه اللي انا اتشرفت بالخدمه معاه في 2014 2015 وانا عارف ان الناس ديت ما ترضاش الظلم لحد وما ترضاش لمواطن يكون عنده شكوى. والاوراق كلها موجوده معايا يا جماعه اهي عشان ما حدش يقول ان انا مفيش اوراق. ادي اهي قرار هيئه كليه الهندسه. وادي المره اللي العربيه غيرت فيها فتيس. هحاول اوضحها لكم اهيت. تم تغيير فتيس معلم لكم عليها. ادي المره الاولى
وادي المره الثانيه اللي اتغير فيها فتيس تاني في الضمان. ادي المره الثانيه اهي. اي حد يا جماعه يشوف المشكله ديت بعد اذنكم يحاول يوصل صوتي للناس كلها في مصر، للسيد رئيس الجمهوريه، للسيد وزير الصناعه والتجاره، للسيد رئيس الوزراء. اي حد عنده مشكله في عربيتي، لان انا برضو لقيت المشكله ديت منتشره في عربيات كتير والناس مش عايزه تتكلم، بس انا بتكلم بصوت نفسي، انا بتكلم عن نفسي. اي حد عنده نفس المشكله ديت يا جماعه يعرضها في الكومنت تحت، ويا ريت حد يشوف لنا حل مع غبور اللي متعنت ان هو يصلح لنا العربيه. وانا رفضت ان انا استلم العربيه لثالث مره لو قالوا لي هنغير فتيس رابع، يعني اللي جاي دوت لو ركب فيها هيبقى رابع فتيس يركب في العربيه. انا رافض الكلام دوت، وانا بناشد سياده الرئيس ان هو يتدخل شخصيا في الموضوع دوت، لان انا حرام. انا اب ل4 اولاد، وربنا يعلم بظروف كل واحد في الوقت الصعب اللي احنا فيه والازمه الاقتصاديه اللي البلد والعالم عايشينها والغلا اللي احنا عايشينه. حرام ان انا احط قسط في عربيه كل شهر مركونه في التوكيل وبايظه مش عارف امشي بيها ولا عارف اروح شغلي. ده بالاضافه ان انا بدفع مصاريف كمان، يعني انا بدفع الاقساط والصيانات والتراخيص. الصيانات اللي هي لو بره بجنيه عندهم ب3. بالاضافه كمان لمعلومه، انا حطيت العربيه على جهاز بره، جهاز كمبيوتر في ورشه عاديه، مركز يعني معروف هنا في المنطقه. قال لي العربيه فيها 1 2 3. بوري المهندس جوه الكلام ده، قال لي لا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، الكلام ده ما يخصناش، الكلام ده احنا لازم نعتمده من جوه التوكيل. قلت له يعني اروح افحص العربيه في الصين يعني ولا اعمل ايه؟ ما هو ده كلام مش منطقي. قال لي اعمل اللي انت عايزه، بس الكلام دوت احنا مش هنعتمده، ومش معتمدين العربيه فيها عيب. كل شويه تغير فتيس. انا زهقت، وحسبي الله ونعم الوكيل، ويا رب صوتي يوصل للناس كلها والناس تشوف مشكلتي وتشيرها.